عليكم. سنأخذ اليوم الاتجاهات الصحيحة لحرف القاف، وهذا منهج KG1 3 سنوات. الأم التي تريد أن تعلم بنتها أو ابنها حرف القاف لابد أن تمشي بهذه الطريقة لكي تكون من المتفوقين، وهي اطلع فوق السطر نص دايرة واقفل. تاني، اطلع فوق السطر نصف دايرة واقفل. تاني، اطلع فوق السطر نصف دايرة واقفل. مرة ثانية، اطلع فوق السطر نصف دايرة واقفل. تمام. أو ممكن أن نقول انزل على السطر نصف دايرة. انزل على السطر نصف دايرة. هذه أول خطوة لابد أن نمشي بها. ثاني خطوة أن نضع نقطة ونقطة على السطر. انزل وصلها. نقطة ونقطة على السطر. انزل وصلها. هذه طريقة. في طريقة أخرى أن نقول لابننا أقف على السطر. انزل اطلع تاني فوق السطر. بهذه الطريقة. الطريقة الثالثة أن نقول، انظروا معي، حرف القاف انزل على السطر. انزل تحت السطر. اطلع على السطر ويقف على السطر نصف دايرة. هكذا. مرة أخرى انزل تحت السطر. لف اللفة اقف على السطر نصف دايرة. مرة أخرى انزل فوق السطر كده. انزل اقف على السطر. انزل تحت السطر. اقف على السطر نصف دايرة على السطر. مرة أخرى انزل شرطة على السطر. انزل تحت السطر. اقف على السطر نص دايرة على السطر. بوصة لماما وبوصة لبابا. حرف القاف. قاف، وأكررها كذا مرة. قاف. سنة صغيرة على السطر. انزل تحت السطر. اقف على السطر نصف دايرة على السطر. بوصة لماما وبوصة لبابا. دي من أصعب الحروف اللي حرفيا أولادنا ما بيعرفوش يكتبوها، حتى اسمها ما بيعرفوش ينطقوها أو يفتكروها. فعشان كده التك فيها كتير، واديها على 3 أيام، 3 حصص. تاني كده، شرطة واقفة على السطر. انزل تحت السطر وقف على السطر نصف دايرة على السطر. بوصة لماما وبوصة لبابا. قاف، وأكرر قاف. قاف مرة أخرى للتمكين. انزل شرطة على السطر. انزل تحت السطر وقف على السطر نصف دايرة. بوصة لماما وبوصة لبابا. قاف، وأكرر قاف. هذا حرف القاف. انزل شرطة على السطر. نصف دايرة على السطر. نصف دايرة على السطر. بوصة لماما وبوصة لبابا. قاف. انزل على السطر. انزل تحت السطر وقف على وقف على السطر. ممتازة. نصف دايرة. بوصة لماما وبوصة لبابا. هذه الاتجاهات الصحيحة لحرف الصاد. نقول أن الأمهات تريد أن تبدأ بهذه الطريقة، مفيش أدنى مشكلة. هتبدأ كده برضو مفيش أدنى مشكلة، وهذه الطريقة المثلى. نبدأ كده أو كده ونبدأ شيء أن نبقى على هذه الطريقة، وأن تكتب الحرف القاف، أن يكتب في الكاف بهذه الطريقة، ولا نجعل إياك ابنك يطلع من غير ما يبقى حافظ الحرف وشكله واسمه. قاف. ما تديش هنا أي حركة، ما تديش هنا أي حركة. بوجه كل الأمهات، بلاش ندي حركة. بدي الصوت بس، اسمه بس، شكله بس. طيب، في أخطاء بنقع فيها كلنا كأمهات، إياك تعمليها. حرف القاف أنا شرطة أهو. الأمهات تعمل إيه؟ تنزل على السطر، تقف وتطلع تاني على السطر وتعمل لي كده. لا، القاف ما بتقفش في السطر، عمرها ما تقف على السطر، عمر القاف ما تقف على السطر. هي والسطر بيتخانقوا مع بعض. دي غلط. الصح انزل على السطر وانزل تحت بزحليقة او اقف على السطر، والقاف والدايرة والنقطة بهذه الطريقة.
ثانية تقول أننا نقف على حرف القاف بهذا الشكل، تعملها كده، تعمل كده، وتروح جاية هنا كده عاملة إزاي؟ كده، والنقطة هنا أو هنا، يعني نقطة هنا أو نقطة هنا، لأ، أنا عايزة النقطتين لا يمين ولا شمال، أنا عايزاها في النص بالضبط كده. طيب في تانية في حرف القاف تعملها لي كده، وبالاقيها كتير جدًا كده وكده وكده، تقول لها اعمليها زي الفاء، اعملي القاف زي الفاء، لأ يا ماما، لأ يا ماما غلط خالص، القاف عمرها ما كانت زي الفاء، القاف عمرها ما كانت زي الفاء، القاف تقف على السطر شرطة، أنزل بزحلي أو أقف على السطر وألف لفتي كده وأعمل بوصة لماما وبوصة لبابا، وأقول لك إن ده حرف القاف الصح. طيب المدة قد إيه بالضبط اللي آخدها في حرف القاف؟ 3 حصص ل5 حصص، معاكِ من 3 حصص ل5 حصص، المفروض إن ابني يطلع حافظ الشكل وطريقة الكتابة والاسم بتاعها وكل حاجة، إياكِ تدّي فتح أو ضم أو كسر أو سكون وأنتِ بتعلّمي الحروف، بالله عليكِ بلاش تعملي كده يا مؤمنة، بلاش تعملي كده، أقفي على السطر، انزلي على السطر النقطتين، بلاش نكتب فوق السطر كده غلط، بلاش زي الفاء كده ونقول له ده القاف فاء، بلاش الغلطة دي عليكِ، وأنتِ بتحرّفي في حرف القاف بلاش بلاش تقولي له قاف قرد، ها فاكر قرد، فاكر قاف فاكر قلم، يالّا ها اكتب قلم، لأ، دي كانت طريقة قديمة زمان أوي، دلوقتي اكتب قاف اسمها قاف، الشكل ده قاف. بس أتمنى يا رب تكونوا استفدتوا وفعلًا الفيديو نال إعجابكم، ما تنسوش تعملوا اللايك والشير والمتابعة والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد في عالم مس إيمان التعليمي، هتلاقوا الحروف كلها من أول الألف لحد القاف موجودة بالطريقة الصحيحة، والأخطاء اللي بنقع فيها اللي المفروض نتجنبها. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.